صباح الخير، صباح الأحد، صباح القاهرة. من أمام البورصة المصرية هيكون معاكم حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال. أطلعكم عما حدث في البورصة من أسبوع متداولات وما نتوقعه في أسبوع جديد متداولات. بالنسبة للأسبوع الماضي كان في يعني انخفاضات لكافة المؤشرات بوتيرة عالية جدا وخسائر كبيرة في رأس المال السوقي للبورصة بسبب التصعيد ما بين أمريكا وإيران. طبعا احنا عارفين أن الاستثمار عايز استقرار وأمان. طبعا كل ما يبقى فيه مخاوف في المنطقة ده بتؤدي إلى تخارج المتعاملين العرب والأجانب اللي بيعملوا ضغوط بيعية، فبتؤثر على المتعاملين بنظام الهامش، فبتبقى أغلب سلوكيات السوق بيعية. وعلى الرغم من تلك المبيعات ان ما كان في بعض القطاعات بتبقى قادره انها تحتفظ بقوتها وبادائها، خاصه القطاع البنكي، القطاع المصرفي من القطاعات الواعده داخل الدوله وله اداء ايجابي حتى لو انخفض اسعاره فهو بينخفض من ارباح. طبعا احنا كنا وصلنا في المؤشرات البورصه الى مستوى 52500 نقطه بالنسبه لمؤشر رئيس البورصه. احنا دلوقتي عند مستوى 49000 نقطه، ولكننا كنا بدانا العام عند مستوى 48000 نقطه، فاحنا يعتبر يعني بنخسر من ارباح مسبقه. ولكن طبعا المتعامل ما بيبقاش متقبل هذه الخساره وممكن يتعامل معاها بطريقتين: اما ان هو يصفي محفظته الاستثماريه لحين استقرار الاوضاع، او انه يقفل الشاشه ويصبر لغايه ما الاسعار تبتدي ترتفع مره اخرى، وخاصه لو هو مستثمر في شركات قويه مركزها المالي قوي بتدي توزيعات نقديه وعينيه، يحول بقى التداول الى استثمار طويل الاجل، وده متاح داخل البورصه. طبعا من ضمن الخدمات اللي قدمتها الدوله في الفترة السابقة هو سند المواطن اللي تم فتح باب الاكتتاب في يوم 22 فبراير، وتم التغطية حتى الآن بأكثر من 3 مليار جنيه. مثل ان هو بيدي عوائد شهرية بفايدة تتجاوز ال 17.75%. طبعا دي بتبقى من اختيار الادخار لدى المتعاملين، وبيبقى تنويعة جيدة لبدائل الاستثمار لتجنب أي مشاكل تتعلق بانخفاض أسعار الأسهم والتذبذب بالنسبة للمتعاملين اللي بيخافوا من المخاطر. المؤشر 70 برضو كان فيه مبيعات مكثفة الفترة اللي فاتت، وصلت بيه إلى مناطق دعم رئيسية. ممكن في العديد من الأسهم تبتدي إن أنت تكون مراكز شرائية، ولكن على أسعار الدعوم، وتصبر شوية في الأسهم لأن التداولات السريعة في الوقت الحالي بتبقى يعني عواقبها وخيمه. طبعا احنا متوقعين في الفتره القادمه ان يبقى في تهدئه للملف السياسي في المنطقه، وعلى طول دايما بنقول اسواق المال سابقه بخطوه. ده هينعكس على اداء المؤشرات ويبتدي ان هي تستجمع قواها مره اخرى. البورصه المصريه في الفتره القادمه في مراجعه للمؤشرات المصريه في الاسواق العالميه. في العديد من الاسهم تم ترقيتها بسبب زياده التداول عليها، ده هيبقى له واقع اثر ايجابي، ولكن تفعيل تلك المراجعه هيبقى تقريبا في نهايه شهر مارس، فعشان كده مش شايفين اي ترجمه للخبر الايجابي في مؤشرات البورصه. عموما خلينا صابرين، وبتهيالي انا بتوقع في اسبوع جديد من التداولات ان يبقى في ارتداده جيده، ولكن هي ارتداده مراكز ماليه. فخلينا بس نتابع الجلسات متابعه وثيقه، والوضع الاقتصادي العالمي والوضع السياسي، لان دايما بنقول السياسه وجهي لعمره واحده. بنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، ورمضان كريم.